هلو باتر كابس، معاكم هدين نجيب، لايف كوتش، يوجا انستراكتور، سول دانسر اند ديتوكس كونسلتنت. النهارده هتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا، وهو ازاي لو انت عايز تغير حاجه معينه في حياتك او ظرف معين او بارتنر. تو سيناريوز بيحصلوا اول ما انت بترفض او اول ما انت بتبقى عايز تخلص من الحاجه اللي انت فيها، او لما تبقى عايز تروح او يبقى عندك واي اوت. اول حاجه، يا اما الوضع اللي انت فيه بيسوء اكتر وما تعرفش تخرج منه، يا اما انت بتروح لحاجه اوحش. فانت ازاي تروح للحاجه الاحسن من غير ما تتعرض للتو سيناريوز دول؟ طيب، اول حاجه لازم تعرفها ان الجذب بيبقى ضد تماما حاله الرفض، او بيبقى كل ما يبقى عندك رفض للحاجه اللي انت فيها، الجذب للحاجه اللي انت عايزها ما بيجيش. وكل ما تكون المشاعر بتاعتك هيفي او تقيله من ناحيه الرفض، كل ما يكون انت مش هتعرف توصل للي انت عايزه اكتر. طيب ازاي هدير ابقى انا عايز حاجه وتقولي انه انا ما ينفعش ما اعوش اللي انا فيه؟ لا، في فرق ان انت تكون مش عايز، وفي فرق ان انت تكون رافض. الرفض تقيل، ليفل المشاعر ليفلز ولايرز. فكل ما انا هنزل وتقل المشاعر بتاعتي او اغوط فيها وافضل رافض وناقم ومتضايق وطول اليوم يعني مشدود وبقاوم اللي انا فيه، طول ما انا مش هوصل لاي حاجه، ومش هاخد، مش هتظهر لي الفرص، ومش هاخد اي حاجه جديده ممكن تطلع لي من اللي انا فيه. طيب، حاجتين لازم تعملهم. ما تحطش في دماغك الواي اوت، يعني ما تفضلش في دماغك انا عايز اشوف اي واي اوت واي فرصه، لان ده هيجيب لك فرص ضعيفه قوي، وهيجيب لك فرص الطاقه بتاعتها وحشه، وهتخش في حاجه احتمال كبير قوي تبقى اوحش، وهتلاقيك بتلهث ورا اي حاجه ممكن تخرجك من اللي انت فيه. اتنين، ان انت تبقى حاسس بانك عايز تخلص منه. يعني لو بارتنر عايز تخلص منه، لو شغل عايز تخلص منه، لو بلد عايز تخلص منها، احساس انك تخلص منه. الاثنين دول ما بيحققوش اي نتيجه. طب ايه اللي انا المفروض اعمله؟ اللي انت المفروض تعمله انك تبقى مدرك ان انا مش عايز الظرف ده، او البارتنر ده ما بقاش صحي ليا، او انه الشغلانه دي بقت بتستنزفني. انا مدرك تماما انه الوضع ده كده، بس انا مش رافض، انا مدرك ان انا مش عايزه، ومتاكد ومؤمن ان اللي انا عايزه هيحصل. شايف الاثنين؟ شايف انا عملت بالانس ازاي؟ انا بصيت على اللي انا مش عايزه، قلت اوكي، انا موافق ان هو انا مش عايزه، وموافق ان هو مش صالح ليا، وموافق ان هو ما بيفيدنيش، وبصيت للناحيه اللي انا عايزاها، قلت انا متاكد ان انا هاخدها. فانا عملت بالانس في المشاعر، حطيت ايمان وحطيت قبول، وعملت لنفسي حاله من الهدوء قصاد الحاجه اللي انا مش عايزها. ما خليتش نفسي من جوه في مقاومه عاليه عشان ما زقش الهدف اللي انا عايزه، وافضل لما بطلع انرجي جامده زي الرفض فبعمل كده، فانا برجع لورا، فبلزق اكتر في اللي انا فيه. النقطه كمان مهمه، انك انت في الوقت ده تركز على الحاجات اللي في ايدك. يعني زي ما انتوا بتشوفوني في الستوري، انا على طول بنزل، بجيب حاجات بسيطه قوي واقعد احمد ربنا عليها واعمل الامتنان. ده بيخليك في حاله من انك انت تشوف القدرات بتاعتك، تشوف النعم اللي عندك، تطلع الانرجي بتاعتك فوق. فبالتالي لما بطلع الانرجي بتاعتي فوق، بخلي الانرجي بتاعتي مساويه للهدف، ايكوال للهدف. الهدف عمره ما بيجي طول ما انت الانرجي بتاعتك داون. الهدف بيجي طول ما الانرجي بتاعتك اب. فالانرجي ملهاش علاقه بانه انا هيومن بينج ساعات بزعل وساعات بتبسط، ملهاش دعوه بده. ليها دعوه في العمق انت موافق على اللي انت فيه ولا لا، في العمق انت هادي ولا لا، في العمق انت مؤمن ولا لا. فكل ما يكون عندك الحاجات دي في العمق، كل ما انت خدت اللي انت عايزه. من السيناريوهات المهمه جدا اللي بتحصل معاك برضو، وبتحصل مع بنات كتير، ان هي بتبقى عايزه راجل، خلاص بقى انا تعبت من كل الرجال، انا عايزه راجل يدلعني ويصرف عليا. فكل ما حطيتي في دماغك ان انت عايزه السيناريو ده، انت كده ما خدتيش الحقيقه بتاعه الموضوع، انت خدتي الحاجه الظاهريه اللي انت عايزه تخلصي منها، اللي هي انه الراجل ما كانش بيدلعك، اللي انت كنتي معاه ما كانش بيصرف عليكي، او كان بيحبطك دايما، او كان بيخونك، او بيعرضك وات ايفر السيناريو اللي انت كنتي فيه وحش. فانت عايزه تعكسي الحاجه اللي كنتي بتاخديها بحاجه ايجابيه، وما بصيتيش للحقيقه. انا من جوايا هحس ان انا مرتاحه ازاي في الحقيقه دي مع الشخص ده. ما بكررش اخد الحاجات او ابقى مع شخص عشان الحاجات اللي هو هيديهاني. من المهم جدا تبقى فاهم ان انت مش عايز تروح لحاجه عشان خاطر
انت تاخد حاجه بس ايجابيه وما تعيش الحقيقي بتاعها. حلو ان انت تاخد الراحه النفسيه، يعني لو واحده عايزه تشوف ان هي هترتاح من خلال الفلوس اتس اوكي، بس لازم تبقى مدركه الحقيقه بتاعه الشخص ده، وان الشخص ده مش بيصرف عليكي عشان خاطر هو بيصرف وانت عايزه فلوس، هو بيصرف عشان انت بيحبك، بيصرف عشان انتوا بينكم موده ورحمه، بيصرف عشان في بينكم حب، مش عشان خاطر حاجه قصاد حاجه. انا هصرف وانتي تنظفي وتغسلي وتخلي بالك من العيال. فمن المهم جدا تدرك الحقيقه في عمق الحاجه اللي انت عايز تاخدها، عشان ما تتعرضش زي ما قلنا لان انا عايز اخلص من، او انه ده واي اوت من الفقر او من الحاجه اللي انا مش عايزاها. ده سيناريو للبنات، سيناريو للولاد. في ولاد كتير يقول لك انا هاخد واحده ما ماما اللي جايبها لي عشان ما تبقاش عرفت ولاد، ما تبقاش راحت في اي حته، هتيجي البنت دي هياخدها عشان حاجه برضو مش عشان الحقيقي اللي بينهم. فالبنت دي هتطلع عينه في ان هي ممكن تبقى نكديه، ممكن ما تبقاش بتحاول تكون بتبسطه بالطريقه اللي هو عايزها. ففكروا الحاجه اللي انت عايز تروحها ما تبقاش حاجه عايز تخلص من اللي معاك فيها، لا عايز تعيش الحقيقي الحلو بتاعها، اللي حقيقي هيحسسك بانك انت منسجم اكتر مع نفسك، اللي يقربك اكتر من نفسك، اللي يحسسك ان انت مرتاح فعلا من جوه، مش عشان هتاخد حاجه عكس اللي انت كنت بتاخدها قبل كده. كنت مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم، ودايما ببقى مبسوطه بالتيبس اند تريكس اللي بديها لكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل وشير للفيديو عشان دي كارما ايجابيه، ولايك وكومنت لو انت عايز تضيف اي معلومه او حابب تسالني اي سؤال، برد على كل الناس. وما تنسوش لو حبيتوا تشتغلوا على نفسكم من خلال اهدافكم، او من خلال الثقه في النفس، او من خلال حب الذات، او اي حاجه من الحاجات اللي ممكن تساعد على تطوير الذات، ممكن تخشوا على البيج بتاعت انستجرام، فيها رقم ممكن تتواصلوا معاه هيوصلوكوا بيا على طول. واشوفكم في فيديو تاني. باي باي.